أرحب بالأخ معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الأخ ناصر بوريطة في بغداد وفي بلده الثاني العراق. هذه الزيارة تعتبر في الواقع زيارة تاريخية، لأنها تأتي بعد حوالي ربع قرن من آخر زيارة لوزير الخارجية مغربي إلى العراق. وهذه الزيارة زيارة تاريخية لأنها ستؤسس إلى علاقات قوية ومتينة بين المملكة المغربية وجمهورية العراق. فأهلا وسهلا بمعالي الوزير، وكان لنا مباحثات حول مجموعة من المواضيع، وأكدنا على خلق الآليات الضرورية لتأسيس هذه العلاقة الآنية والمستقبلية بين الطرفين. أكدنا على أهمية التعاون التجاري والاقتصادي في مختلف المجالات. المملكة المغربية تلعب دورا مهما في الساحة السياسية وفي الساحة الاقتصادية، وخاصة في قارة أفريقيا. ومن المهم بناء العلاقات مع المملكة المغربية بالنسبة للعراق لكي نبني أيضا علاقات مستقبلية متينة مع العديد من الدول الأفريقية، والتي بدأت تلعب دورا مهما في الساحة السياسية أو الاقتصادية. تحدثنا عن خلق آلية لجمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، وتأسيس منتدى لرجال الأعمال من البلدين لكي يكون لنا علاقات تجارية واقتصادية ليس فقط على مستوى الحكومتين، وإنما على مستوى رجال الأعمال والقطاع الخاص. هناك حوالي 40 اتفاقا بين البلدين، ولكن هذه الاتفاقات والتفاهمات تعود إلى مدة زمنية قديمة. فتباحثنا حول خلق آلية قانونية لدراسة هذه التفاهمات والاتفاقات وتأطير هذه الاتفاقات بشكل تتلائم مع وضع البلدين. فهناك تغييرات سياسية، اقتصادية، تجارية في المملكة المغربية، وأيضا هناك تطورات وتغييرات في العراق. إذا نحتاج إلى دراسة أو إعادة دراسة هذه الاتفاقات من قبل القانونيين لكي نؤطرها بشكل آخر. بالنسبة للعلاقات اللي ذكرها معالي الوزير، العلاقات الإنسانية، الجانب الإنساني اللي له علاقة بالزيارات وسمات الدخول، أكدنا أنه من الضروري السماح للعراقيين بدخول المملكة المغربية وتسهيل أمورهم للدخول.
فتم طرح مجموعة من المقترحات لكيفية تسهيل دخول العراقيين وخاصة أصحاب الأعمال في البداية لبناء علاقات إنسانية، ولكن أيضا لتأسيس للعلاقات التجارية والاقتصادية. في الواقع حينما نتحدث عن الجانب الاقتصادي نرى أنه في الوقت الحاضر ليس هناك علاقات اقتصادية، فهذه العلاقات شبه منعدمة. إذن نحتاج إلى بنائها، ونحتاج إلى بناء الآليات. وأيضا تحدثنا حول اللجنة المشتركة، كيفية إعادة صياغة هذه اللجنة، وسوف نتفق حول هذه الصياغة في المستقبل القريب. تحدثنا عن التعاون المشترك في سواء المستوى العربي والمستوى الإسلامي، ولكن أيضا التعاون في المستوى الدولي واستمرارية التشاور في القضايا السياسية التي تخص البلدين. تطرقنا إلى مسألة العلاقات الثقافية والتعليمية وبناء العلاقات بين الجامعات العراقية والجامعات المغربية. نحتاج إلى توأمة الجامعات العراقية مع بعض الجامعات في المغرب. هناك تنسيق واضح من الناحية السياسية بين الجانب العراقي والجانب المغربي، وأيضا أعلنا موقف العراق الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل نهائي بشأن قضية الصحراء، وتأكيد على أن العراق يؤيد القرارات الأممية ذات الصلة، ومع التشديد على حل الخلافات بالطرق السلمية واللجوء إلى طاولة المفاوضات من دون المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبما يحقق الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي. مرة أخرى أرحب بمعالي الوزير. من الضروري ذكر أن اليوم سوف يتم إعادة افتتاح السفارة المغربية في العراق في بغداد، وهذه خطوة مهمة. نحن تحدثنا عن العلاقات وخلق الآليات، ولكن وجود السفارة المغربية في بغداد مهم جدا لبناء هذه العلاقات ولتطوير أواصر الصداقة بين جمهورية العراق والمملكة المغربية. شكرا جزيلا لمعالي الوزير لاتخاذ هذه الخطوة، وكان لنا زيارة إلى المغرب في ماي 2022 وتبعدنا هذه الخطوة في الواقع، ولكن الآن سوف يتم تنفيذ هذه الخطوة، وهذه مسألة مهمة بالنسبة للدبلوماسية العراقية، ولكن مسألة أيضا مهمة للدبلوماسية المغربية، حيث دخلنا مرحلة جديدة من العلاقات بين بغداد والمملكة المغربية. وشكرا جزيلا وأهلا ومرحبا بكم معالي الوزير. شكرا جزيلا أخي معالي الوزير فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
أود في البداية أن أشكركم معالي الوزير وأشكر السلطات العراقية على كل التسهيلات وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة الذي تم إحاطتني به والوفد المرافق لي خلال هذه الزيارة. الزيارة اليوم كما قلتم معالي الوزير هي زيارة تاريخية، وكانت تعليمات جلالة الملك محمد السادس أن تتم في أقرب وقت. هي زيارة تاريخية من منطلق كما قلتم أنها أول زيارة لوزير خارجية منذ ربع قرن تقريبا إلى بغداد، وأول زيارة لمسؤول حكومي منذ على الأقل عقدين من الزمن، فهي تشكل إشارة قوية من هذا المنطلق. هي تاريخية وأكدتم ذلك لأنها ستتميز بافتتاح سفارة المملكة المغربية التي تم إغلاقها منذ 18 سنة، وسيتم إعادة تشغيلها اليوم كإشارة قوية على عمق هذه العلاقات وعلى ثقة المغرب وثقة جلالة الملك في العراق الجديد واستقراره ومساره الإيجابي. هي تاريخية لأنها تصادف 65 سنة على فتح سفارة العراق في الرباط وتعيين أول سفير عراقي لدى المملكة المغربية سنوات قليلة بعد استقلال المملكة المغربية. فهي إذن تاريخية وتعكس رؤية جلالة الملك لتعزيز العلاقات الثنائية المغربية العراقية في كل المجالات. هذه الزيارة معالي الوزير هي كذلك تأتي لتأكيد أن المغرب ظل دائما وسيظل داعما لخيارات الشعب العراقي ومؤسساته الوطنية، ويشدد على ضمان احترام سيادة ووحدة العراق واستقراره وتأييد جميع الإجراءات التي تتخذها السلطات العراقية في هذا الاتجاه. المغرب مع وحدة العراق الوطنية ومع سيادته، والمغرب وجلالة الملك يتابع بكل تفاؤل كل المسار الذي سار فيه العراق لتعزيز مؤسساته وتطوير دوره على المستوى محيطه الإقليمي وعلى المستوى العربي والإسلامي. الزيارة ومعالي الوزير أعطى بعض من نتائجها. الزيارة هي تاريخية ولكن كذلك نريدها أن تكون منطلق حقيقي للارتقاء بالتعاون الثنائي في كل المجالات، في مجال التشاور السياسي، في مجال الإطار القانوني، في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، في المجال الإنساني وكيفية تسهيل الزيارات بين الشعبين الشقيقين، وكذا في مجال تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الاقتصادية، في المجالات الأمنية، في مجالات محاربة التطرف وغيرها من المجالات. العراق دخل مرحلة جديدة في مساره الديمقراطي وفي مسار استقراره، والمغرب يؤيد ويثمن ذلك، ولعل إقامة الدورة الأخيرة من الخليج، يعني دورة الخليج لكرة القدم وفوز العراق، وهي فرصة لتهنئتكم كذلك على الفوز وعلى النجاح في التنظيم في مدينة البصرة، وهذا إشارة أخرى إلى المسار الإيجابي التي تسير فيه العراق ومؤسساتها. نريد معالي الوزير كذلك أن نؤكد على تثميننا للمواقف الداعمة والثابتة للعراق للوحدة الترابية للمملكة المغربية. العراق شاركت في المسيرة الخضراء في 1975، والعراق كانت دائما مؤيدة لوحدة المغرب الترابية وسيادة المغرب على هذا الجزء من ترابه، وهذا موقف يحظى بتقدير المغرب وتقدير جلالة الملك وبتقدير الشعب المغربي وكل قواه
الحية. إذن بالإضافة للسفارة هذه مرحلة جديدة في علاقتنا الثنائية، ومن المنتظر أن نتفق على خارطة طريق خلال هذه السنة لعقد اللقاءات الضرورية، سواء كآليات لجان مشتركة أو آليات للتشاور السياسي أو لجنة قانونية أو لجنة قنصلية، ولكن كذلك لترتيب الزيارات القطاعية بين الوزراء المعنيين وبين المتدخلين الآخرين بما في ذلك، وعلى الخصوص الفاعلين الاقتصاديين الذين لهم دور أساسي حتى يكون الجانب الاقتصادي في العلاقة الثنائية على مستوى الجانب السياسي والدبلوماسي. إذا كانت علاقتنا السياسية قوية وعلاقتنا الإنسانية متجذرة، فإن علاقتنا الاقتصادية والتجارية تحتاج إلى تطوير أكبر، وتحتاج منا أن نبحث عن كل التحفيزات الضرورية وإزالة كل العوائق الموجودة للدفع بالمتدخلين الاقتصاديين إلى التعاون بشكل أكبر. تحدثنا حول بعض القضايا الإقليمية وخاصة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، ورؤانا متقاربة. نحن مع حل دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط، مع حل نهائي للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وجلالة الملك محمد السادس من منطلق رئاسته للجنة القدس يؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والوضع التاريخي والوضع الحضاري لمدينة القدس، ونحن نندد بكل الأعمال الاستفزازية وبكل الاعتداءات التي تمس الحرم القدسي. وجلالة الملك محمد السادس من منطلق رئاسة لجنة القدس ما فتئ يؤكد على أن التهدئة ضرورية إذا أردنا أن نحافظ على ما تبقى من بصيص الأمل في عملية السلمية. والوضع الحالي يعني لا يبشر بالخير، والوضع الحالي من شأنه أن يقوض كل فرص السلام في المنطقة. ستكون لنا فرصة ربما في الحديث في قضايا إقليمية أخرى، ولكن مرة أخرى هذه الزيارة ليست تاريخية في توقيتها، ولكن إن شاء الله ستكون تاريخية من حيث أثرها وكيفية تأثيرها على العلاقات الثنائية والارتقاء بها في كل المجالات. مرة أخرى شكرا معالي الوزير على كل التسهيلات التي قدمت لي وللوفد، وشكرا لكل أصدقائنا من رجال الأعمال. شكرا.